اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا الجمال عدى الكلام. هقول لكم على شويه فطير بطريقه اقتصاديه بطعمه خطير لا يقاوم. بشويه ميه ودقيق هتعملي احلى فطير، احلى من اللي بتشتري من بره بكتير. خلاص كل حاجه هنعملها في البيت، حاجات سهله جدا وبسيطه جدا، مش هتاخد في ايدينا اي وقت. بصوا الجمال يا جماعه، مورق وجميل خطير، وعليه كده سكر زي بتاع زمان كده، طعمه خطير لا يقاوم. وبأقل الإمكانيات في البيت هتعمليه، وبأسهل الطرق هتحضريه. بصوا الجمال، بفتحه لكم من جوه اهو. بصوا مورق وجميل ازاي. عايزه اقول لكم ان الفطير ده معمول في الطاسه، تخيلوا في الطاسه. تعالوا ما اقول لكم انا عملته ازاي. دلوقتي هجيب طبق بلاستيك وهحط فيه ده المنخل بتاع الدقيق، هنزل فيه ب6 كوبايات من الدقيق. عايزه تعملي 3 كوبايات عادي، عايزه تعملي 6 عادي.